انا بس عايز افهم حاجه يا باشا بعد اذنك. هو إمتى تبقى الست متجوزة من 2 ومش خاينة؟ جبت الصحه لكل دول منين؟ تخيل معايا كده واحدة جوزها اللي كان بتحبه مات في حادثة طيارة، وعاشت بعدها 4 سنين من المعاناة النفسية ولا أسوأ، لحد ما قابلت سام صديق الطفولة اللي قدر يخرجها من المرحلة دي، وحبها وحبته وارتبطوا. وفي حفل الارتباط جالها تليفون من جوزها اللي المفروض مات بيقول لها إنه عايش وراجع بكرة. وقبل ما نقول لك إيه الأفكار اللي هنحللها في الفيلم، أنا عاوز أسألك أنت شايف الغلط على مين؟ يعني أنت تعمل إيه؟ اكتب لي في الكومنتات. وده مش أول فيلم يناقش الفكرة دي، يعني في أفلام مصرية كمان ناقشتها ومسلسلات، منها زهرة وأزواجها ال5. أحمد السيد متولي، نبيل عبد الجليل، محمود علي. خلصتي؟ قربت. فتعالى بقى بعيدا عن المشاعر وكل اللي انت قلته ونتكلم. فالدماغ مش تطبيق امازون معاك 14 يوم لاسترجاع الحب الجديد، لا، لان كلنا عارفين ان الدماغ عبارة عن اشارات عصبية معقدة بتقدر تترجم المواقف بكهربية معينة لكل موقف. فبعد ما شخص عزيز بيموت، دماغك بتروح لبروتوكول اسمه نظرية مراحل الحزن ال5. بتبدأ بالإنكار وهو الرفض، وإن المخ بيجيب أسباب تانية كتير زي مثلا ده مقلب لرامز، أو أسوأ الظروف إن هو دخل في غيبوبة. وبعدها الغضب، وده بقى ندب وشكب على حظك وعلى بختك وعلى كل حاجة، بتبقى مرة نكدية يعني. وبعدها المساومة، وده أي بلح بيتقال بقى زي رجعهولي وأنا مش هزعله تاني. وبعدها بنخش على الاكتئاب، وهنا بيبقى المخ خلص كل حاجة واتفرهد وركض في سلام. وبعدها آخر مرحلة وهي الرضا، وهي جملة إيه، يلا الحياة ما بتقفش على حد. أنت راجل قليل الأدب، أنا مش جاي يتقل مني. بيغلط ليه؟ ما كله إلا شرفي. ومن هنا بتبدأ مراحل التعافي، وإنك ترجعي تكملي حياتك الطبيعية وتبني حياة جديدة، حياة مختلفة إلى حد ما عن القديمة. فبتبقي إنسانة حذرة أكتر وواقعية أكتر ومجروحة أكتر. والعلم بيسمي ده بالتأقلم بعد الفقد، وهو إنك بتعيدي تشكيل نفسك حوالين الفراغ اللي بقى موجود. فالشخصية اللي اتبنت هنا لقت أمان تاني وضحكة جديدة وسند مختلف. فمش بعد كل ده لما يرجع جوزها اللي المفروض ميت هي ترجع تاني للشخصية القديمة، ولا كأنها بتطلعها من دولاب التخزين. المفاجأة هنا بقى إن الموضوع بيكون عكس ما أنت تتخيل تماما، لأنها مش هتجري على القديم تحببها وتحضنه، لا، دي هتقف تايهة وهتبقى حاسة إنها بتعمل حاجة غلط، ومشاعر الخيانة هتتولد لأنها بتحب الاتنين ومش قادرة تختار بينهم. I'm engaged. وده هيرجعنا لكلامنا عن الشخصية في حلقة الاستنساخ اللي موجودة على القناة، وقلنا فيها إن الشخصية مش كود، دي حاجة في إيد الخالق صعب على المخلوق تبصيرها. فالمخ البشري لما بيمر بأزمة فقد بالشكل ده ويعدي عليه وقت يكون كافي زي 4 سنين مثلا، فالمخ بيعمل تكيف سلوكي مع الشخصية الجديدة. يعني ببساطة المخ عنده آلية دفاعية نفسية هيحمي بيها الشخصية الجديدة، مش لأنها أحسن، بل بالعكس، لأن هي اللي أنقذته من حالة الاكتئاب والحزن، وهيرفض أي شيء من الشخصية القديمة. يعني من الآخر هي ما بقتش هي شخص جديد تماما، بدماغ جديدة، بقلب بيتعامل مع الحياة من منظور تاني. فالنتيجة الشخصية التانية اللي اتبنت هي اللي هتبدأ تختار بين الزوجين. فغالبا والمرجح بنسبة كبيرة هي بتختار الشخصية المتوافقة معاها حاليا، وهو الشخص التاني، الشخص اللي قدر يخرجها من حزنها وبنى معاها شخصيتها الجديدة اللي ما بقتش متناسبة مع حد إلا هو. ده حتى القانون في حالات الفقد بيعتبر الزوج ميت، وبيعتبر الزواج التاني صحيح 100%، بشرط ان يكون الزواج التاني بحسن نية ومفهوش اي شبهة، حتى لو الزوج الاولاني طلع من قبره. فالقانون بيخلي الاختيار للزوجة، وبكده الزوج الاولاني ملوش عندها حق. بس أنا ممكن ألاقي حد مختلف معايا ويقول لي لو هي كانت بتحب الأولاني بجد زي ما أنت قلت في بداية الفيديو ما كانتش راحت للتاني. فالحب يا جماعة مش مقرر هتقراه عشان تفهمه، ومش كل حد بيجي بعد حد كنا بنحبه بيبقى نسخة أرخص. فصحيح الحب مش هيتكرر بنفس الشكل ولا بنفس المساحة ولا بنفس البني آدم اللي انت كنت عليه، لأنك هتحب كل واحد سواء اللي فات أو اللي موجود بطريقة مختلفة، لأن كل حب ليه وقته. يعني الأولاني كان الأمان والاستلطاف، إنما التاني هو الأمل والوجود. وده كله بيحصل بسبب المخ اللي مش بيقفل بعد أول حب، لا ده بيفضل فاتح، بس الباقي بقى بيعتمد على نيتك. يعني لو دخلت علاقة تانية عشان تهربي فده بقى كوبري يعني، لكن لو دخلتيها بعد ما تعافيتي وفهمتي نفسك فده حب جديد حقيقي وأصلي برقم شاسيه مختلف.
وتكملة للإجابة، مش عشان تباني وفية لازم تكملي في وجعك وإنك تقفلي على قلبك، لأ، لأن الوفاء مش إنك تموتي بالحياة، الوفاء إنك تفضلي فاكرة الذكرى دي في حياتك بالخير. يعني ما تعمليهوش معاملة كلب وراح، بس في نفس الوقت حياتك تمشي. فالحب الحقيقي مش هو الحب أول مرة، الحب الحقيقي هو الحب بتاع الوقت الصح. وساعات كتير القلب المكسور لما بيتصلح يحب أحسن من الأول، ولا كأنه اتعمل له عمرو ألماني. فالفيلم بيعرض قضية نفسية صعبة. ظاهريا البطلة قدام جوزها الأولاني وأهله وأي عابر سبيل بيسمع القصة فهي بنت كلب لا بتصون ولا بتشفى. إنما لو بالعقل فهي معلهاش غلط، هي واحدة عانت أكتر منه، يعني الأولاني فقد على أساس إنه مات، لكن هي بقى عاشت تحارب الحزن، وهي برضه اللي اضطرت تغير شخصيتها الأولانية عشان تحافظ على نفسها من الاكتئاب. وده بيظهر في عظمة المشهد ده لما بيكتشف جوزها من جواب أشبه بمذكراتها هي عملت إيه وعاشت من بعده إزاي، وبيبدأ يفهم هنا إن اللي حصل كان صعب عليها أكتر ما كان صعب عليه هو. وبس. ولو عجبك المحتوى اشترك أو دوس لايك، وعموما أنت راجل زي الفل إن أنت توصل للحتة دي.